لو الافكار تجري ماراثون خليك مستعد تكسب السباق. كان عنده 9 سنين لما اتشخص بمرض فرط الحركة، فالأم ودته يتمرن سباحة ويفرغ كل طاقته. دي كانت النتيجة. الطفل كبر وبقى مايكل فيليب اللي حصل على 23 ميدالية ذهبية في الأولمبياد. وده موضوع الفيديو النهاردة. ال ADHD هو خلل في المخ صعب تنسبه لجزء معين، ولكن أكتر منطقة بتتأثر بيه هي اللي موجودة في نص المخ اليمين. المرضى اللي بيحصل لهم ورم في المنطقة دي، ربنا يعافي الجميع يا رب، بيبقى عندهم مشاكل نفس المشاكل اللي بتحصل بالظبط عند مرضى ال ADHD. مايو 2006 فريق طبي على راسهم توماس سبنسر جابوا 21 مريض عندهم ADHD و26 شخص ما عندهمش أي مشاكل. بس كانوا حريصين ان اللي بيشاركوا ما يكونوش بيستخدموا اي ادويه، خصوصا الادويه اللي بتاثر على الدماغ. جابوا المشاركين وحقنوهم بمادة مشعة 11 سي التروبان، ودي مؤشر للدي اي تي دوبامين ترانسبورت، ودي مسؤوله عن نقل الدوبامين من الفراغ بين الاعصاب لجوه الخلايا. وبعد كده عملوا عليهم فحص البي اي تي، بوزيترون ايميشن توموجرافي، وده مش بيشوف شكل المخ ولكن بيشوف هو ازاي بيشتغل. وطبعا الفحص ده بين حاجه غريبه، وجود خلل حقيقي في نظام الدوبامين العضوي عند المجموعه اللي كانت مصابه بالاي دي اتش دي. الشخص اللي عنده الاي دي اتش دي فجاه واحده بيجيله افكار كتيره جدا، ودي بتحصل في مخه في وقت واحد. التركيز عنده ثابت، ولكن فجأة واحدة بيجيله سيل من الأفكار ومش عارف يرتب دماغه. مريض ال ADHD بيظهر عليه 3 أعراض: قلة الانتباه، وهنا دماغه بتسرح، بينسى التفاصيل، مش بيعرف يركز. 2 فرط الحركة، مش قادر يقعد ثابت، دايما بيتحرك ويتكلم. 3 الاندفاعية، بياخد قرارات بسرعة قوي ويتصرف من غير تفكير. ومش لازم كل الأعراض تظهر عند نفس الشخص، ممكن واحد يكون عنده ADHD بس من غير فرط حركة، وده بيحصل خصوصا في البنات. تشخيص البنات في مرض ال ADHD بيتأخر شوية عن الولاد بيبان عليهم تلاقيه رايح جاي مش عارف يقعد. بس البنات على العكس مش بيكونوا بالشكل التقليدي اللي في دماغنا، ممكن يبان في سرعة الكلام، في ردود الفعل السريعة. طب هل المرض ده جيني ولا خلل هرموني ولا مشكلة في البيئة؟ لو جينا نبص في الابحاث الطبيه هنلاقي ان ال ADHD هو واحد من الاضطرابات التابعه ل Neuro Developmental Disorder of Childhood. نيورو ديفلوبمنتال ديسوردر اوف تشايلد هود، اضطرابات النمو العصبي في مرحله الطفوله. تعالى بقى نرجع لحظه الولاده، هنلاقي ان ده اقل وقت المخ بيتطور فيه، بياخد وقت على ما يكتسب وعي ويقدر ياخد قرار، ده والجنين في بطن الام. لكن بره الرحم التطور في المخ بيكون اسرع، بيوصل ل3 اضعاف حجمه في ال3 سنين. وفي مرحله النمو دي الخلايا العصبيه بتتنافس على البقاء، فعشان النمو ده يحصل بشكل طبيعي لازم نهيئ المخ للظروف المناسبه، ولازم يتوفر 3 أضلاع المثلث: 1 وهي التغذية، 2 والبيئة الهادية الآمنة، والرعاية الصحية، ودي 3 حاجة. وغالبا المشكلة بتكون في النقطة الثالثة اللي هي بتخص الأم، وخصوصا في ال9 شهور الأولى بعد الولادة. في الفترة دي العلاقة بين الأم والطفل تكون مهمة جدا، زي التلامس والإحساس بالأم أثناء النوم، دي حاجة ضرورية جدا للطفل. لكن جنب العلاقة دي البيئة اللي موجود فيها الرضيع والأم بتأثر على نمو المخ بشكل طبيعي. ومخ الأم مسؤول عن برمجة مخ الطفل، لأن الطفل في المرحلة دي بيعرف العالم من خلال الأم، أو باختصار العالم هو علاقته بالأم. ومن اليوم السادس الطفل بيقدر يميز ريحة الأم، والريحة دي بتقدر تحفز تكوين الشبكات العصبية، وبعد فترة بيبدأ يفهم عواطف الأم. طب الحل بقى، بص في كذا أسلوب للعلاج. 1 الأدوية، ودي هتشتغل إنها تحسن التركيز والسلوك، والأبحاث شغالة إنها تطور الأدوية الجديدة زي اللزقات أو البخاخات. الأسلوب الثاني وهو العلاج النفسي والسلوكي، وده طريقين: يا إما طريق العلاج السلوكي المعرفي CBT، وده بيساعد في تقليل الفوضى الذهنية، يا إما تقنيات البادي دبلينج، يعني وجود شخص معاك وقت المذاكرة أو الشغل، ده بيزود التركيز وبيقلل التسويف. الأسلوب الثالث وده الفيديو جيمز، والإف دي اي وافقت على لعبة اسمها الانديفور RX، ودي بتحسن التركيز عند الأطفال وبدأت تتجرب على الكبار. وأخيرا الفيتامينز والسبلمنت، زي طبعا الأوميجا 3 والزنك والحديد، بالإضافة طبعا للرياضة. يعني من الآخر لو دماغك بتقلب الموضوع بسرعة وتفكر في كذا حاجة مع بعض، فالموضوع مش لازم يكون كسل أو قلة إرادة. كل الموضوع إن دماغك بتشتغل بطريقة مختلفة شوية، تفهمها تعرف تتعامل معاها. وكده خلصنا. وستوري النهارده وواحد كان فاكر ان دماغه شغاله زياده عن اللزوم، بس طلع اللي حواليه هم اللي بيفكروا قليل. ما تصغرش من نفسك علشان تناسب مكان ضيق، دور على اللي يناسبك.